معك يوسف الحميدي، كيف تابعت الصحافة الوطنية اليوم القرار الملكي؟ التمرين الديمقراطي الذي يمتح من روح ونص الدستور، هكذا وصفت الصحافة المغربية بلاغ الديوان الملكي بإعفاء رئيس الحكومة المعين وتعويضه بشخصية أخرى من العدالة والتنمية. ما يحدث الآن هو مجرد تمرين بسيط على الديمقراطية. إلى حدود الساعة هناك احترام للوثيقة الدستورية. بن كيران دافع عن قناعاته ببراغماتية السياسي، والملك استعمل صلاحياته المخولة له بموجب الدستور. ما يحدث الآن هو مجرد تدافع بين الفاعلين السياسيين، والأيام القليلة المقبلة هي الكفيلة بالإجابة يعني على السؤال العريض: ماذا بعد بن كيران؟ في العمق يمكن أن يكون هذا متنفس لمسار مشاورات تشكيل الحكومة، وبالتالي عمل الفاعلين السياسيين يساهم في الحفاظ على العمق والتأويل الديمقراطي للدستور من خلال إعطاء المشاورات بعدا جديدا يمكن أن يفتح للفرق السياسيين المسار لتشكيل هذه الحكومة بشكل ميسر، وعدم يعني خلق أجواء أخرى للخروج عن التأويل الديمقراطي للدستور. من الآن بدأت الصحافة المكتوبة في رصد سيناريوهات ما بعد بن كيران في الانتظار رئيس حكومة جديد والانطلاق في مشاورة أخرى قد تصبح أكثر عمقا. ستكون هناك مواقف جديدة وستدخل الشخصية الجديدة المكلفة في مفاوضات جديدة مع الأحزاب السياسية الأخرى. أقصد حزب التجمع الوطني الأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري كذلك. إذا هناك مشاورات جديدة ستحتاج إلى بعض الوقت، إلى بعض الأسابيع، ولكن أرى بأن المعركة الأخرى التي ستبدأ من جديد هي معركة تقسيم الحقائب الوزاري. المبادرة الملكية بتفعيل الصلاحيات الدستورية لجلالته مخرج دستوري بإمكانه فتح مسار جديد في مفاوضات تشكيل الحكومة في أفق إيجاد توليفة سياسية بإمكانها تكوين حكومة مندمجة وقوية تساير كل الأوراق المفتوحة من قبل جلالة الملك.